موجز الأخبار من وطن الكرامة، أهلا بكم. توجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح جويدر بالتهنئة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومنتسبيها بمناسبة مرور 74 عاما على تأسيس الجيش الليبي. ووجه جويدر الدعوة إلى كل منتسب الجيش الليبي إلى الانضمام والالتحاق بوحدات الجيش في كل ربوع ليبيا من أجل المساهمة والعمل على استقرار البلاد ومحاربة الإرهاب وحفظ أمنها وبناء مؤسسات الدولة. نفى المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي ما نشرته وسائل الإعلام حول مثول الحكومة غدا للمساءلة من قبل مجلس النواب، مضيفا أنه حتى اللحظة لم يتم إرسال كتابات رسمية حول مثول الحكومة. وأكد العريبي أن مسيرة إعمار ليبيا تحتاج لمزيد من الوقت في ظل الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن الشركات لا يمكنها الحضور إلى مدينة بنغازي في ظل تلك الظروف. وأضاف العريبي أن الحكومة تسعى لذلك من خلال إنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن المنكوبة. بحثت الناطقة باسم لجنة شؤون النازحين بمدينة المرج عبير اليسيري مع نائب رئيس لجنة شؤون النازحين بالخارج نرمين الشريف أوضاع النازحين المقيمين بمدينة المرج. وخلال اللقاء تم استعراض أوضاع النازحين المتواجدين خارج مراكز الإيواء وبحث كيفية إيجاد السبل الكفيلة لحل مشاكلهم. وتطرق الاجتماع إلى قرار المجلس البلدي للمرج القاضي بإخلاء مراكز إيواء النازحين وعودتهم إلى بنغازي بعد التواصل مع لجنة الأزمة لتوفير مراكز لإيوائهم. قال منسق التخطيط والصيانة بشركة أكوس عبد العاطي العروس استئناف ضخ النفط بالخط المغلق الذي يربط حقلي الشرارة والفيل. أوضح العروسي أن استئناف العمل جاء بعد إرسال شحنات من الوقود وغاز الطهي لتدارك النقص في مدن جبل نفوسة بعد شهر يونيو الماضي. يشار إلى أن معدل إنتاج خط الشرارة بالزاوية يبلغ 350 ألف برميل يوميا. دعا مجموعة من الشباب بمدينة طبرق إلى الخروج في الساحات يوم الجمعة المقبل للمطالبة بمجلس عسكري بقيادة القائد العام للقوات المسلحة أو الفريق أول خليفة بالقاسم حفتر. وطالب الشباب عبر منشورات تم توزيعها في أرجاء مدينة طبرق بالساحات ومفترقات الطرق والمؤسسات العامة بجسم شرعي جديد. وشددوا في منشورهم على أن يستلم هذا الجسم الشرعي مقاليد الأمور عند انتهاء مجلس النواب مباشرة اعتبارا من 15 من أكتوبر المقبل، وإبعاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردين ليون من المشهد الليبي جملة وتفصيلا. قتل 6 نساء وأصيب 4 أشخاص بينهم سيدة وطفلة في غارات شنتها طائرات الجيش العراقي على مزرعة في محافظة الأنبار العراقية. أوضح شهود عيان أن الطائرات قصفت مزرعة تبعد 20 كيلومترا غرب مدينة الرطبة، مشيرين إلى أن سكان المنطقة عمدوا إلى نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي والجرحى إلى المستشفيات. يأتي هذا القصف الجوي في وقت تستمر مساعي القوات الحكومية مدعومة من ميليشيات الحشد الشعبي ومسلح العشائر لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار. قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إنه لا يستبعد أن يلتقي زعيم حركة فارك تيموشينكو في إطار مفاوضات السلام الجارية في كوبا بين الحكومة الكولومبية والمتمردين الماركسيين. وقال سانتوس إن كبير المفاوضين باسم الحكومة الكولومبية هومبرتو دي لاكال التقى تيموشينكو مرتين بإذن منها، مؤكدا أن المفاوضات الجارية بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية فارك تقرب من نهاية الحرب على البلاد. لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم بعد اصطدام طائرتين، إحداهما مروحية والأخرى جمائية من النوع الذي يستخدم سطح الماء في الهبوط والإقلاع. وقال متحدث باسم قوات الإنقاذ إن الاصطدام وقع فوق بحيرة تخزين للمياه غرب العاصمة الروسية، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جاريا عن 3 أشخاص، ولم يتبين حتى الآن سبب الحادث، إلا أن المحققين لا يستبعدون أن يكون السبب خطأ ارتكبه أحد الطيارين.
نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.